مرحبا بكم مستمعي هيفي اف ام الاعزاء، نشرة موجزة لاهم الاخبار نبداها بابرز العناوين. التقدمي ينسحب من المجلس الوطني الكردي ويشكل لجنة للتباحث مع الإدارة الذاتية. وصول 50 جندي أمريكي يوم الثلاثاء إلى كوباني. روسيا تنشر أنظمة دفاع S-400 مضادة للصواريخ في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإليكم التفاصيل. أعلن الحزب التقدمي الديمقراطي الكردي في سوريا الانسحاب من المجلس الوطني الكردي في سوريا. الإعلان جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء عقب انتهاء أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب، والذي قرر أيضا تكليف اللجنة المركزية الجديدة للحزب بالتواصل مع الإدارة الذاتية لتفعيل العلاقات بينها وبين الحزب. كما انتخب المؤتمر السيد عبد الحميد حج درويش كسكرتير للحزب لدورة أخرى. استقبل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني يوم الأربعاء في صلاح الدين وفدا من لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي في سوريا. وقام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي في سوريا بتقديم تهانيهم للبرزاني لانتصارات قوات البيشمركة وتحرير سنجار، معبرين عن تقديرهم لبطولات وتضحيات قوات البيشمركة. من جانبه تحدث البرزاني للوفد الضيف عن تفاصيل وأهمية حملة تحرير سنجار ودور وبطولات بيشمركة كردستان سوريا في الحرب ضد تنظيم داعش. وأكد البرزاني خلال اللقاء أنه سيستمر في دعم ومساندة القضايا المشروعة للكرد في كردستان سوريا بكل ما لديه من إمكانيات. وصل 50 جنديا أمريكيا يوم الثلاثاء إلى مدينة كوباني عبر تركيا. يأتي هذا ضمن الخطة الأمريكية لإرسال جنود إلى الشمال السوري بهدف تدريب مقاتلي الوحدات الكردية، وكان قد سبقهم قبل فترة قصيرة عدد أقل من الجنود إلى مدينة قامشلو. وكانت مصادر عسكرية أمريكية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن عناصر القوات الخاصة الأمريكية ستصل إلى شمال سوريا خلال شهر نوفمبر المقبل في مهمة استشارية لا تشمل مرافقة المقاتلين في عمليات ضد تنظيم داعش. كما وسبق للمتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست الإشارة إلى أن العسكريين الذين سوف يرسلون إلى سوريا هم أقل من 50 عنصرا ولن تكون لهم مهام قتالية. أعلن وزير الدفاع الروسي يوم الأربعاء أن روسيا ستنشر أنظمة دفاع S-400 مضادة للصواريخ في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية غداة إسقاط تركيا مقاتلة روسية على الحدود السورية. وسيتم نشر هذه البطاريات المضادة للصواريخ من الجيل الجديد استكمالا للتدابير التي أعلنت عنها هيئة أركان القوات الروسية مساء الثلاثاء، ومنها إرسال ألترات موسوكوفا التابع للأسطول الروسي والمجهز بمضادات أرضية وتخصيص مطاردات لمواكبة تطلعات القاذفات الروسية من الآن وصاعدا. وتتصف منظومة الصواريخ الحديثة المضادة للجو S-400 خلافا عن سابقتها S-300BM بقدرتها على تدمير كافة أنواع الأهداف الجوية بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى رؤوس مدمرة للصواريخ السائرة بالمسار البالستي بسرعة حتى 5000 متر في الثانية. وليس بمقدور أي مجمع آخر متابعة مثل هذا المسار. نهاية الموجز أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع.